يا هلا وسهلا، السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اليوم عندنا ربط الفراخه، اوريكم كيف طريقه ربط الفراخه اللي في النخله، عشان بعد كذا ان شاء الله نطلعها من تحت امهاتها. شوفوا، اول شيء تاخذ الحبل تربطه من هنا وتلوي على الحبل هذا زي كذا. اوريكم الطريقه، شفتوا؟ كذا الربط معك مضبوط. هذه الطريقه. وبعدها ناخذ الحبل الاسود، عشان الحبل هذا الاخضر تبي تستخدمه، او الحبل ايا كان لونه هذا تبي تستخدمه، تاخذ ذا وتربطه مضبوط. هذه طريقه الربط، طريقه سهله وسريعه مضبوط يا اخوان. وبعدها ناخذ المحش ونبدا نقصه منه، عشان ما يآذي العامل وقت اللقاح النخل ووقت التشويك ووقت الصرام ووقت الخرفه، ما يآذي. هذا طبعا تستفيد منه، تعطيه الحلال اللي عندك، تعطيه اي شيء منه شلون عامل ماشي، خلاص يبقى مربوط زي كذا، وترجع تفك حبلك ذا مره ثانيه وتستفيد منه. الحين بقى الفرخ مربوط جاهز، تصبر عليه لين يكبر ويستوي. بعدها تبي تنقله، تبي تهديه، تبي تبيعه، اللي تبي. كذا الطريقه سليمه وناجحه 100%. الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله يا رب العالمين.